كتير من متابعيني بيستغربوا إني لما بقول لهم أكلي كله بالسمن البلدي، وده فعلا حقيقة يا جماعة. أنا عندي السمن البلدي أهم من حتة اللحمة أو الفراخ، فبيستغربوا. والله يا جماعة، وده اللي بعمله من سنين بما يرضي الله. الأول سمي الله وصلى على رسول الله. وتعالوا كده فيديو مهم هقول لكم، خصوصا اللي انتوا داخلين على المدارس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا الوصفات اللي أنا بقدمها والمعجنات والكيكات بيحتاجوا سمنة كتير، وبالرغم من كل ده إن أنا برضو بستخدم سمن بلدي. بجانب طبعا أنا بشتري، ما اكذبش عليكم، بس ده الأساسي عندي. إن أنا بعمل إيه؟ كل شهر لازم أعمل كده. بجمع القشطة اللي أنا بعملها من اللبن وهنحولها لزبدة قدامكم دلوقتي، سمنة بلدي. طب بتجمعيها ازاي يا سهير؟ يعني انا بشتري مثلا كيلو لبن على قدي في اليوم. انا على فكرة بستخدم كيلو لبن. بعمل ايه بقى؟ بقوم مثلا الكيلو ده بقوم مجمعة 3 4 كيلو، 3 كيلو 4 كيلو 2 كيلو يا ستي، بغليهم مرة واحدة وبقوم محوشة، بسيبه لتاني يوم يبات، واشيل الوش زي ما انتوا شفتوا كده في اول الفيديو، لحد لما بجمع كمية القشطة دي. طب مش هتبوظ مننا؟ هقولك دلوقتي. انا بحطها في العلبة كده لمدة مثلا ايه، قد 3 4 ايام. ممكن مثلا احتاجها، الولاد يعملوا سندوتشات، احطها على ال- المعجنات زي ما بتشوفوني، على اللبن، على الرز بلبن، على اي حاجه. بعد كده علشان ما تبصي بجيب كيس وبقوم حطها في كيس وفي الفريزر. بربط الكيس ايه، مش رابطه قوي، علشان لما اجي اطلع وش تاني من عليه افك الكيس واحطه، لحد لما بجمع كميه كده قد كيلو، كيلو وربع زي ما انتوا شايفين كده. وبقوم بعد كده ايه، بفضيها، بعملها بقى بالعجين. طب انا ما عنديش عجان، بحطها كده زي ما انتوا شفتوا. انا هنا بس لقيت ما شاء الله الكميه كبيره وهتطلع من بره العجان. العجان ده صغير، ان شاء الله اجيب واحد كبير ان شاء الله يا رب. فبعمل ايه بقى يا جماعه؟ نقصته شويه وهضربه، وبسيبه يتضرب كده لحد، في الاول بيبقى عجينه سايله، بيبقى كريمه كده، كريمه سايله، وبعد كده يبدا يتكتل كتل كده. بعد كده يبدا ينزل منه اللبن زي ما انتوا شايفين كده. كده هتتحول زبده. علشان حبايبي اللي قالوا لي بتعملي الزبده ازاي وازاي من وش اللبن، والله انا زيكم بستخدم لبن عادي يا جماعه، وديني عزلت اهو. كنت الاول بروح في زريبه كانت بعيد، كنت بروحها برضو. دلوقتي لا في زرايب ولا في اي حاجه، بجيب من لبان. استنضفي لبان عندك. هتقولي لي انهي لبان؟ هقول لكم يا جماعه والله مش يعني اي لبان عندك. انا عندي كذا لبان، بستنضف لبان كده كويس، حاجته نظيفه بجيب منه. كل مكان هتلاقوا كده، كل مكان عندكم فيه كده. انا بقى بجيب في كذا واحد كمان. تمام، غالي شوية بس هينفعني. بصوا بقى، ده الشرش اللي نزل منه مش بنرميه. تعملي منه معجنات، فينو، قرص. معجنات يا جماعة، مش نواعم، محدش يعمل لي بيه بسكوت ولا كحك اوعوا. تمام. معجنات زي فينو، زي قرص، زي عيش شامي، عيش اي حاجه. تمام. انا هنا بقى بقيت الكميه بحطها اهو. طيب ما عنديش عجان يا سهير، هتعملي بالمضرب الخلاط. بس خلي بالك المضرب تعمليه في الاول، اول ما تيجي تتقل كده تفكي بقى وتكملي بايدك. ما عندكيش لا ده ولا ده بايدك، والله انا قعدت سنين بعمله بايدي، بحوش كده. شايفين بقعد ايه؟ بقعد اعجن فيه. عجني، امسكي كده القشطه ولفيها بايدك وفعصي فيها ودعكيها كانك بتصفي قوطه من مصفى زي زمان، من قبل الخلاط كمان. اقول لكم ايه، في الاخر هيعمل معاكي كده وينزل اللبن منه. وبعد كده تجمعيها كرة كده وخلاص. بصوا ما شاء الله جمعت قد ايه. تعالوا بقى كمان اسيحها لكم ونشوف هنعمل سمن بلدي ازاي. عرفتوا يا جماعة؟ علشان حبايبي اللي بيجوا يقولوا ازاي بنسمعك تقولي انا سمن بلدي، انا والله يا جماعة فعلا انا السمن البلدي دي عندي اهم من حتة اللحمة، حتة الفراخ اساس. معرفش اطبخ بسمن نباتي، ما عنديش، بعمل بزيت، زيت ذرة. تمام. طبعا انا بشتري سمن بلدي بقى، مش هكذب عليكم دي مش بتكفيني. بس اقول لكم حاجه، والله زمان قبل ما افتح القناه وقبل ما اعمل الوصفات الكتيره بقى وكل يوم انزل فيديوهات ومعجنات، كانت بتكفيني. اللبن بتاعي اللي انا كنت بجيبه وبنشربه هو بطلع منه السمنه. طب اللبن بقى يا سهير، اللبن بتستخدميه عادي. انت بتغلي اللبن زي اي اللبن بتغليه، مش انت بتغلي اللبن وبتسيبيه بقى، تعملي منه شاي بلبن، تعملي منه نسكافيه، رز بلبن. بتسيبيه بقى وبتشيل الوش من عليه. الوش اللي من عليه ده في ناس كتير بترميه،
وهم بيشربوا الشاي بلبن يقوموا شايلين الوش يرموه، وهم عاملين نسكافيه لا 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 شيلي لي الوش ده. طب ليه يا جماعه؟ ما هو نعمل بيه سمن بلدي. يبقى انت تغلي اللبن، بس انا ليه بقول لك اغلي 3 4 كيلو عشان يعملوا لك كميه حلوه. تشيلي كده بوله حلوه وكل مره تعملي كده، وخلي اللبن في التلاجة بقى استخدميه بقى. يبقى عندك لبن مغلي جاهز. طبعا هنا انا حطيت الزبده على النار، قعدت اتكلم اقول هدي النار وكل شويه اقلبها لحد لما تصفى تماما. عاوزه اقول لكم حاجه بقى، دي بصوا اللي محروقه دي المرطه. انا بصراحه ما بقتنعش بالمرطه بتاعت القشطه دي، انا بقتنع بالمرطه اللي هي اللبن الرايب اللي بنعمل منه جبنه وبنشيل منه الوش ونعملها زبده، لكن ده لبن مغلي. تمام. فانا القشطه بتاعته مش بحبها، فلازم انا انشفها كويس عشان انزل كل كميه السمنه. في ناس بيقولوا بتضربيها في الكبه وتحط عليها لبن، عملتها ما استطعمتش طعمها بصراحه. بصوا بقى احطه لكم في التلاجة تجمد، وتعالوا بقى شوفوا احلى سمن بلدي. شايفين الجمال يا جماعه؟ عاوزه اقول لكم انا بنتي هنا كانت هتاخد حته تعمل بيها البيض، قلت لها استني لسه بصورها. والسلام عليكم ورحمه الله.